البيضة المسلوقة دي هنعمل بيها وصفة غريبة بس شكلها كده هتطلع تحفة. يلا بينا نجرب. هنجيب بيضتين وهنبشرهم، هضيف عليهم بصلة كاملة وفلفلاية كاملة، هضيف عليهم 4 معالق كبار من الدقيق، 4 معالق كبار من النشا، حط فلفل اسود، معلقة ملح صغيرة، ومعلقة كبيرة من البابريكا او الفلفل الاحمر بس انا نسيت اصورها. قلب كل ده بقى في بعض. تقريبا زودت البابريكا سيكا معايا احمر كلها. الدقيق هنحطه بالتدريج، مش هنحطه مره واحده سواء هو او النشا. وان لقيتوا ان هي متحولتش كده حطوا نقطه زيت شويه ميه وهتتعمل معاكم. قلنا العجين بتاعنا لكور صغيره. هنجيب بقى نص كوبايه او كوبايه دقيق على حسب الكميه اللي انتوا هتعملوها. نحط عليها فلفل اسود وذره ملح. مش هكتر الملح عشان احنا حاطينه في الخليط ملح اصلا. هو حط بابريكا بس انا زهقت من البابريكا فمش هحطها في حاجه تاني. نبدا بقى نحط الميه تدريجيا لغايه لما قوامه يقلب زي قوام الكريب كده. الطبقه الاخيره بقى فيجيتار بقسماط اي حاجه. اول هحطها في خليط الدقيق، بعد كده هحطها في خليط البقسماط، وقبل ما ابدا اكون حاطه زيت وبسخنه جدا على البوتاجاز. خلصت الكميه بتاعتي خلاص، دلوقتي بقى احمرها في الزيت. زيت غزير وسخن. يا جماعه انا كنت خايفه احسن تفرول وتفرفر في قلب الطاسه، الحمد لله ما حصلهاش حاجه. الكميات كلها متشوقه ان انا ادوقها. طاسه صغيره، اللي كان حاطه ما كانش بابريكا ده كان شطه. شكرا. هو رش زي كوكتيل كده توابل، فاحنا نعمل زي اللي هو عمله. رش اللي انتوا عايزينه يا جماعه عشان اقسم بالله الفيديوهات القصيره دي ما بفهم منها اي حاجه. يلا ندوق. بسم الله. تحفه. خطيره يا جماعه، هديها 10 من 10 عشان هي خطيره جدا وبتقرمش بجد. حلوه قوي، طعمها جميل جدا. وخدوا بالكم انا بديكوا افكار لللانش بوكس وانا مش عارفه خاصه الاطفال اللي ما بيحبوش طعم البيض او ما الى ذلك ممكن تعملها لهم برضو. خطيره، جربوها ومش هتندموا وعلى ضمانتي. بس انا كده خلصت.